مساء الخير، انا مرشدة سياحية لقناة هيستوري ستوري. اول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتكتب لنا كومنت برأيك. لو في حاجة انت عايزة نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. النهاردة هنتكلم عن فيلم نادر جدا، هو اسمه فيلم كذب في كذب، بطولة انور وجدي. تم عرضه المرة الاولى سنة 1944. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة، يعني ساعتين الا 5 دقايق. اتعرض أول مرة يوم 21 سبتمبر 1944. هو فيلم كوميدي جدا، وتم إعادة تمثيله أكتر من مرة بنفس الطريقة. الفيلم من بطولة أنور وجدي، بيبة عز الدين، ميمي شكيب، بشارة وكيم، ماري منيب، حسن فايق، محمد عبد المطلب، محمد الديب، محمد كامل، علي عبد الله، وسوريا فخري. الفيلم بيحكي قصة شاب طائش مستهتر عايش في القاهرة، وأهله عايشين في الفلاحين. عمه بيبعتله كل شهر 100 جنيه. كان ماشي، ممكن نقول راجل فلاتي شوية، فكان بيضيع الفلوس وكان عليه مديونات كتيرة جدا. فقرر ان هو يضحك على عمه ويقوله ان هو اتجوز علشان يزود الفلوس، وبالفعل زود له الفلوس بتاعة 100 جنيه، ولكن المديونات زادت. اتنقل من البيت الكبير اللي هو قاعد فيه لأوضة حقيرة جدا فوق سطح عمارة، وبيتعرف على بيبة عز الدين اللي هي طلع اسمها بيبة، وطلع راقصة برضو، وبيحبها وبيتجوزها وبس. شكرا جدا لسماعكم الفيديو البسيط ده، يا رب يكون عجبكم. وكده يبقى انتهينا من فيلم النهاردة. وعلى فكرة الفيلم ده موجود أجزاء منه بسيطة على اليوتيوب، ممكن تتفرجوا عليها. شكرا جدا لسماعكم الفيديو البسيط ده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبك متنسيش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، تكتب لنا كومنت برأيك، وتدخل على صفحة الفيسبوك موجودة في أول تعليق مثبت. شكرا جدا.